السلام عليكم غالياتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير ومتهنيين وفي صحه جيده وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعنا تاع اليوم. قبل ما نبداو لا فيديو بغيت نشكر جميع المشتركين اللي دخلوا معنا جدد، وبلا ما ننسى نقدم تاني ونشكركم على كاع لي كومونتير الشابين والحلوين كيما نتوما، ونقول لكم ربي يخليكم ليا ان شاء الله. الوصفه تاعنا تاع اليوم ما فيهاش مقادير بزاف. عندي 3 حبات تاع دنجال، 2 حبات تاع طوماطيس، 3 سنينات تاع ثوم، ونص صدر تاع دجاج مرحي. هنايا الدنجال تاعي ها ولا كيفاش قصيته معكم مربعات، نقيته وقصيته مربعات، حطيته في البلا، درت شويه تاع ملح شويه تاع حرور، وهنايا ندير شويه تاع زيت. يعني بهذه الطريقه يجي الدنجال تاعنا ما يجيش شارب الزيت بزاف، ويعني يجي بطريقه صحيه. وهنايا بعد ما كملت ندخله يطيب في الكوشه، ندخل هنا كيما قلت لكم يطيب الكوشه. وهنايا نجيب المقله تاعي، درت فيها هنايا الثوم، درت فيها شويه تاع زيت والثوم، نقلي الثوم تاعي غايه. هنايا كيما راكم تشوفوا نقلب الثوم تاعي غايه، ونزيد نضيف نص مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. هنايا نزيد نقليها مع هذاك الثوم حتى اللي تطلق كاع ديك الحموريه تاعها، ونضيف لها هنايا هادوك 2 حبات تاع طماطيس اللي كنت ميكسيتهم. بون ما عندكش الميكسور تبغي تطحنيها في الاشواق ديريها في الاشواق، سينو رابيها، قلعي لها ديك الجلفه تاعها الفوقانيه ورابيها. هنايا عندي شويه تاع ملح، شويه تاع حرور، وشويه تاع كمون. هنايا نخلي لاصوص تاعي طيب، بصح ما نخليهاش حتى تنشف من هذاك الماء، يعني نخليها نص طياب باش من بعديها نحط فيها هذوك لي بول تاع الدنجال والدجاج. هنايا كيما راكم تشوفوا ما طابتش معانا لاصوص تاعنا، يعني خليتها نص طياب. وهنايا روحوا شوفوا الدنجال تاعي كيفاش طاب معانا. هنايا خلطته مع هذاك الدجاج. يعني انا درت غلطه هنايا، نتوما زعما كي طيبوها رفسوا هذاك الدنجال الاولى ومن بعدها خلطوه مع الدجاج. انا يحتمل خلطهم على كينا قعدت نرفس في هذاك الدنجال. هنايا بعد ما خلطت الدنجال والدجاج تاعي ضفت هنايا المعدنوس، 2 مغارف تاع لا شاربلور، ومغرف تاع حبه تاع البيض. بون سمحوا لي قلت لكم مغرف حبه تاع البيض، راني دايخه شويه. هنا ندير حبه تاع البيض، عندي شويه تاع ملح وشويه تاع الحرور. هنايا نخلط هادو المكونات تاوعي. بون نتوما الا كان شتو الدنجال تاعكم يعني تقوه طري في يدكم، زيدوا له مغرف واحد اخرى تاع لا شابلور. هنايا نجيب البلان ندهنه شويه بالزيت وندير في يدي الزيت، ونخدم هذوك الكريات تاع الدنجال تاعنا. يعني وصفه سهله صيفيه بامتياز، راكم عارفين مع الحمى وكاع، يعني هذا واش يليق. يعني صوالح غير ساهلين اللي بالخف تكملي معاهم في الطياب. هنا نكمل الكريات تاعي هادو تاع الدنجال. وهنايا بعد ما كملت كيما راكم تشوفوا نجيب هذوك الكريات ونحطهم في لاصوص تاعي اللي كنت ديجا حطيتها في النار. يعني غير تبدا دير هذوك الفقاعات نحط الكريات تاعي. هنا نغطي عليها باش يزيدوا يطيبوا معايا في هذيك لا فابور. وهنا بعد ما طابت معايا، هنا شوفوا كيفاش راهي الشكل تاعها راه روعه. دوك هنايا نجيب شويه تاع فرماج رابي ونحط فوق كل وحده، نحط شويه تاع فرماج.
وصدقوني تجي روعه في البنه تاعها. يعني انا يا ولاد خويا ما ياكلوش الدنجال، مي بهذه الطريقه صدقوني لا كلاوه وما فاقوش كاع باللي دنجال. يعني هذا الشيء اللي معاهم غير حيله باش توكليهم. وهنايا ها ولا بعد ما كملت الطياب تاعنا درت شويه معدنوس من الفوق، وشوفوا هنا كيفاش جات معانا. نتمنى منكم حبيباتي تجربوا الوصفه تاعنا تاع اليوم، واذا كان عجبتكم ردوا عليا في لي كومونتير. صدقوني جات روعه بنينه بزاف. هنا حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى عليا غير نقول لكم تبقوا على خير وتهلاو في ربحكم، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى. مع السلامه حبيباتي، تهلاو في ربحكم.